بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنعمل كيكه البسكوت البارده او الليزي كيك بالشوكليت بطريقه سهله وبسيطه، وان شاء الله تعجبكم. عندنا هنا علبه بسكوت ساده مكسرينها بالشكل ده كده، وبنحط على النار 3 معالق كبار سكر، وبعد كده بنضيف عليها 4 معالق كبار من الكاكاو الخام، بنبتدي نقلبهم مع بعض بالشكل ده. بعد ما قلبناه بنضيف عليهم 1.5 كوباية مية، بنبدأ نقلب الصوص كده مع بعضه بالشكل ده كده، بنقلبها كويس قوي. وهنا بعد ما غليت معانا بنحط عليه معلقة كبيرة زبدة، حوالي 100 جرام زبدة، وبنقلبها كويس مع بعض بالشكل ده كده. وهنا خلصنا الصوص بتاعنا، وبنسيبها حوالي 10 دقايق او ربع ساعة تبرد بالشكل ده. هنا بعد ما بردت بنضيف على البسكوت بتاعنا، بنقلب الخليط كله مع بعضه بالشكل ده. بنجيب صينية وبنحط فيها كيس بلاستيك، وبنحط عليها الخليط. لو ما عندكيش صينية من اللي بتتفتح دي ممكن تحطي علبة بتحطيها في كيس. بنسيبها هنا حوالي ساعة في الفريزر لغاية ما نعمل الجانش الشوكولات. هنا عندنا 200 جرام كريمة الخفق بتاعت الحلويات، بنحطها على النار، بنسيبها لغاية ما بتغلي بالشكل ده. وبعد كده بنضيف عليها حوالي 100 جرام شوكولاتة خام، وبنقلبها مع بعض بالشكل ده كده لغاية ما الشوكولاتة ساحت معانا مع كريمة الخفق. بنسيبها حوالي 10 دقايق تبرد، وبعد كده بنحطها على الخليط بتاعنا. هنا بعد ما طلعتها حوالي ساعة من الفريزر. وهنا بعد ما حطينا الصوص بنسيبها حوالي من 5 ل6 ساعات، وبعد كده بنطلعها بنبتدي نزوقها زي ما احنا عايزين. يعني انا حطيت عليها جوز هند، انت ممكن تحطي مكسرات، ممكن تحطي اللي انت حباه. وهنا بعد ما طلعت بعد حوالي 6 ساعات من الفريزر، وده شكلها النهائي، وبتتقدم بألف هنا. دي كانت وصفتنا النهاردة. الوصفة سهلة وبسيطة، وفي مجموعة تانية من الفيديوهات على القناة تقدري تستفيدي منها في عمل أكلات جديدة ووصفات لذيذة ومبتكرة وغير مكلفة. واشتركي في القناة علشان يوصلك كل الفيديوهات اللي هعملها واللي فيها الوصفات الجديدة. وبعد ما تشتركي دوسي على علامة الجرس، هتطلعلك رسالة علمي عليها، ودوسي موافقة علشان يوصلك إشعارات بكل فيديو جديد بنزله. ولو عندك اي استفسار او محتاجة تسألي على حاجة اكتبيها تحت الفيديو هرد عليكي. اعملي لايك وشير للفيديو، ونكمل مع بعض الفيديو اللي جاي بإذن الله.